إذا سننطلق من خلال تكريم ليونيل ميسي، تكريم من مئات التكريمات في مشواره الكروي من خلال الحصول على جائزة أفضل لاعب لشهر مارس، اللاعب الذي حسم معارك وحسم ألقاب وحقق انتصارات وسجل بطولات وسجل 405 في استاد الكامب نو من 2006. ثم الاتليتي في سرعة الانطلاق عن طريق كوتينيو، كرة 1-0 من جوردي والكرة خطيرة، أنه بالنسبة لليونيل ميسي ورفقائه يضربوا بحجر واحد. كرة وسط الميدان، انطلاقة قوية في المباراة، يمشي اتلتي والشوط الأولى من مدريد. الريال انتصر بصعوبة بعملية قيصرية على هيبار ويقترب من فريق اتلتي. فاز كرة في وسط الميدان، راكيتيتش يلعب الكرواتي، كرة من اثنين، كورة شانس الهدف الأول، خطيرة ملعوبة وكان انيستا، ولكن هو ارتور، يلعب ارتور تحت الكرة لويس سواريز. كان تختار الآن يا جريزمان، يا معنا يا انتقال للبارسا. مايوركا من غير وين، من غير فوز، والكرة خطيرة والرأسية قريبة، ودييغو كوستا يؤكد كلامي. الاتليتي يلعب على المورال، يلعب على المعطيات المعنوية، يلعب على استثمار الرزنامة الأورو 32 وما نحطناش، وكوتينيو يمنح ركنية أولى في المباراة، ضيع 10 نقاط مقارنة مع أرقام الكتالوني خارج الاستاد الميتيك الأسطوري ديل كامب نو. برشلونة عمل 34 نقطة خارج ميدانه، الريال على سوء موسمه والكارثي 26 نقطة خارج البرنابيو. والثالث يمشي كوتينيو، اختير سواريز، الكنترول سر النجاح، كوتينيو الكنترول كان صعيب وبعيد وسيء، الترويج يضيع فرصة أولى للكتالوني البرشلونة. يبقى سكور 0-0، يبقى سكور متعادل 0-0. أنا في رأيي فما خطأ على جودين، وجودين رد بالك تلعب بالنار هنا. ميسي يعطي باس ممتازه جدا، كره والهدف الاول، لا كره على القائم، كره الهدف الاول ضاعت. ملا ميسي وجوردي كونترول يضرب كره على القائم، البوتو يعترض، اولى اهداف البارسا وميسي في فورما، وسولشاير عنده القلم وعنده الورق وعنده المدونه ويدون ويسجل. جريزمان خطيره، اطول جريزمان يشوط كوره والحارس جريزمان، جريزمان خطيره ملعوبه، فرصه هدف مش ممكن، يشوط الان ودي الغاني يلعب الكوره رياس، خطيره كوره من بارتي ما يشوط، فرجه برشا اهداف. ترجع الكوره عن طريق لويس سواريز، كوره من لويس، يضرب لويس، ممتازه لويس، ممتاز البيستوليرو. والكوره تبقى بحيازه اتلتيكو مدريد. ممكن فما متعة استثنائية اليوم في الديربي. اتلتيكو المطالبة بخطأ على ميسي، يمشي ليونيل، خطيرة من ليونيل، فما اعتراض وما خطأ، هي اللي حبتها البولجا، هي الكرة اللي استنى فيها جمهوره، وهي كرة وفرصة لرقم من أرقام جديدة من الجراندي أرجنتينو ليونيل ميسي. خطأ الآن وفرصة كبيرة، فرصة ستتاح للفريق البرشلوني في أفضلية تسجيل من أول الأهداف. يمشي ليونيل ويانو بلاك، ميسي والكرة قريبة، كرة اقتربت وتنبيه أول. الاسيست الأول جاب كرة على القائم، والمخالفة والكرة المباشرة كانت قريبة من خشبات ثلاث للحارس يانو بلاك. يبقى سكور أبيض، يبقى والكرة على الاطراف، يغطي جودين ويربح ضربة جوردي ألبا اليساري في الحالة الدفاعية، خطيرة العرضية والرأسية للميدان عن طريق سواريز، كوتينيو جول، كوتينيو قلب الشكل الديربي. نعم هي هكذا هي الصورة يا سادة. ورقة حمراء مع احتجاجات متواصلة، الكل يريد أن يفهم ماذا فعل، يعني قرارك أنه يرجع يدافع. صح عليك يا كوستا يا برازيلي يا اسباني، ان لم تفسدها ممكن كنتيجة لفريقك، فالكرة أجوال ويا مع 10 رجال. ورامي كوكي محاولة اصطياد الكرة الثابتة، وبالتالي مطارق الهجوم ليفر ضد اف سي بورتو دراغاو والقمة الإنجليزية مان سيتي. كرة خطيرة، ولكن شوف 3 ضد 6 ضد 7، الامور تبدو صعبه جدا. كره مره اخرى للويس سواريز، يهرب لويس، خطير البيستوليرو، يلعب كره وركنيه، ضربه زاويه من سواريز، كره ستعود من لويس سواريز. ترجع الكره هنا، اخذ الكرات، الفانت ممتازه جدا
خطيرة وملعوبة ولويس وسواريز وجودين والحارس يانو بلاك يلعب بالنار من اولى واكبر الهفوات. اتلتيكو تحت الضغط، مدريد تحت الحصار بالخسارة مع تألق الدون والجرين تاد الطليان. راكيتيتش يلعب سيرجي روبرتو وفي فاول. لويس سواريز يوصل كرة ممتازة ولكن قوية برشا، قوية على كوتينو ما يجيبهاش. نعم كرة في هذا جول هذا جول هذا جول هذا جول هذا جول هذا جول. كرة من بوسكيت ميسي والحارس يتصدى على كرة ميسي. ليونيل ميسي هداف وبيتشيتشي لا ليغا 32 هو الاقرب ايضا لمعانقه الحذاء. ممكن يسجل هدف لليونيل ميسي بالاثنين. الدفاع بالاصرار. ثنائي منتخب الاوروغواي مالك ويمتلك الرقم القياسي للكوبا امريكا. جريزمان يعطي اسيست خطيره جدا. اخر كره الشوط الاول منعرج. سيناريو هدف ورؤيه هدف ورأيت هدف وشفت هدف وراسيه هدف، ولكن اللي عنده العملاق يانو بلاك ما يغلبش اللي عنده يان هو سيميوني 0-0. سيميوني دييغو جناح يانو بلاك ثم فيليب لويس خيمينيز وجودين ثم عنا رودريجو وتوماس بارتي ساول كوكي جريزمان دييغو كوستا ورقه حمراء ارياس اخراج ثابت سيميوني اللي تخلي اللعبيه نتاعو ديما يلعبوا بروح الاصرار. وديال بقى كره من قلبها حتى كره ميسي يلعب يندو واحده اثنين اخرى ولكن الدفاع كره مره اخرى تحت الضغط تدرس والكره ممتازه. اثر كثيرا بلعبه في الارجنتين علم صحيح. ميسي عنده الصحيح والكره من بوسكيت ضيع الهدف الصحيح. ميسي يلقى الحل ترجع كره لويس سواريز كره خطيره والدفاع والتسلل موجود. مباراة في الشوط الثاني في أول 10 دقائق الحكم عليها. ميسي حاط الكرة والتحضير يلعب سواريز والشوطة في الدفاع. الكل مع البرسا يجي ويعكش في اللهجة التونسية يعني يقف. ميسي هي والحارس قال له لا يا ليو قال له لا يكفيك حرام كفاية حرام. الضرب في اتلتيكو 1 و2 عدى 10 شيخ 15 وصل ل 20 شيخ 5-0 لقاء القمه الليله. يمشي راكيتيتش لم ينتهي 0-0 راكيتيتش مفرحه بالنسبه لعشاقه ومؤلمه ومدمره بالنسبه للخصوص. عنوان الورقات في كره من بارتي والفارو مراد الفارو. ميسي ننتظر ميسي مش حطها حتى ميسي ولكن ضعيفه. ليونيل ميسي والكرة تمشي السلامات. الارجنتيني الشماتي الارجنتيني الشمتي بذكريات بوتين. عندها ميسي جول وسواريز ضيع الجول. لويس سواريز ضيع الهدف الاول. يا البيستولير وين الخراطيش؟ اين تركت المسدس يا لويس؟ اين ضربت؟ اين ركلت؟ وكيف ضاعت؟ ملا ميسي حبش ميسي عودها حتى ليونيل والحارس. يانو بلاك يتحدى الجميع. يا يانا كرة أخرى خطيرة والكرة ترجع والمباراة. اعتقد هذا هو السيناريو في قادم الدقائق. السيطرة صارت واضحة وميسي يمشي ويجيب كورنر. ساكا ديسكينا يا برشلونة. شوف الكرة كرة في التماس هناك اشتم رائحة هدف متأخر. يمشي بالكرة سواريز وحط الكرة جول. اشتم رائحة هدف متأخر. كجولاسو البيستوليرو الملك لويس سواريز يسجل انتصار البرشلوني. 1-0 للبارسا 1-0 للدريك سربي. بابا يا ميسي يا ميسي يا معذبهم. يا ليو يا معقدهم. يا الارجنتيني يا باهرهم يا فرحهم يا سعدهم. 2-0 في مرمى الحارس بلاك. اتلتي يفتح على البحري واتلتي يخوض طريق